النهاردة هنحكي عن أكلة قديمة جدا لدرجة إنها أقدم من الأهرامات. الرنجة والفسيخ، الأكلات اللي بيستناها المصريين كل سنة وبيعملوا لها طقوس خاصة. تعال نعرف سوا أصل الحكاية، وهل فعلا الأكلات دي مفيدة ولا خطر. يلا بينا. الفسيخ أكلة فرعونية قديمة جدا. كان المصريين القدماء بيحفظوا السمك بالملح علشان يفضل لفترة طويلة، وكانوا بيسيبوا السمك في الشمس والملح وبيستخدموه في الأعياد، خصوصا شم النسيم واللي كان اسمه زمان عيد شمو. والرنجة ظهرت بعد كده كبديل أخف شوية من الفسيخ، وهي في الأساس سمك مدخن مش مملح بنفس الدرجة بتاعة الفسيخ. طب ايه الفرق بين الرنجة والفسيخ؟ الرنجة بتعتبر سمك رنجة مدخن، بيبقى طعمه مدخن ولطيف وبيبقى أقل خطورة، لكنه برضه محتاج تخزين سليم. أما الفسيخ فهو سمك بوري مملح جدا ومخمر، الطعم بيبقى قوي وممكن يكون لاذع، وطريقة تصنيعه خطيرة لو اتعملت غلط. ولو اتكلمنا عن أضرارهم وفوائدهم، فالفوائد: الأسماك